تخيل عطر أول رشة فيه تحسها صفعة، حمضيات حادة، عرق خفيف، وأناناس مش بريء، مش منعش، مش نضيف، ومش للكل. ده عطر بيدخل المكان قبلك ويقعد بعد ما تمشي. لو زهقت من افنتوس والنسخ البلاستيك، العطر ده هيفكرك ليه العطر ممكن يبقى خطر. ده ريزفيليوم من اورتو باريزي، وصدقني مش هتنساه. عطر ريزفيليوم من اورتو باريزي اصدار 2025 بتوقيع اليساندرو جولتيري. وشفت انترفيو لاليساندرو جولتيري على اليوتيوب قريب، وهو استوحى فكرة العطر ده الصحوة الروحية، خصوصا طقوس الايواسكا في ادغال الامازون في بيرو. واليساندرو قال من خلال العطر ده هو بيسعى انه يربط بين العالم المادي والعالم الروحي، وبيمثل رؤية روحية وتنوير العين التالتة ودورة الحياة من الصحوة والتأمل. عشان كده هو حاطط السيمبل اللي هو العين هنا. على فكرة بتيجي ب7 ألوان تقريبا، وهي دي النسخة اللي عندي، وهي بترمز على الاويكنينج، او باللغة الإيطالية ريزفيليو معناها الصحوة، سواء بقى كانت صحوة روحية أو صحوة جسدية. في الآخر كده جولتيري راح على بيرو وقعد في الأدغال مع الشامان، وقعد طقوس الأيواسكا المهلوسة، وقعد يخرف من الآخر وبيحضن الأشجار، وبقى إنسان تاني خالص. فما انصحش إن حد يروح على السكة دي خالص. بس أليساندرو راح وطلع لنا العطر الجميل جدا ده. فالعطر ده هنا بيتفتح على مراحل. مرحلة الصحوة اللي هي الحمضيات اللي هي بتصحيك، زي الليمون والجريب فروت، وعندك في القلب الروائح اللي هي الترابية الطينية الزهرية، ودي هي مرحلة القلب أو مرحلة النضج. وعندك قاعدة دخانية معدنية ترابية، وهي دي مرحلة الموت. وحسب أقوال أليساندرو هو ده التحول الروحي. ونوتات عطور أليساندرو دايما بتبقى ألغاز، فكلنا طبعا بنخمن، وكل واحد بقى حسب هو شامم ايه ده اللي هو بيكتبه. وطبعا النوتات اللي مكتوبة في بارفومو وفراجرانتيكا انا اتفق مع اغلبهم. في بعض الناس بيقولوا النوتة الدخانية هي اخشاب الجايك، وانا حسب رأيي الشخصي المتواضع حاسس ان هي اللي هي الكيد اويل او زيت الكاد. فانا اول ما قريت كل الخزعبلات اللي أليساندرو عملها والطقوس والشعائر والحاجات الغريبة دي اللي هو عملها في الامازون، عملت بقى ابحاث، عملت جوجل، وافتكرت ان العطر ده هتكون ريحته هي ريحة الاعشاب او اخشاب الايواسكا. وكل اللي انا قريته ان ريحة هي قريبة من ريحة ترابية أرضية earthy، وفيها لمحة كده من القهوة المرة. بس نوتات الهرم بتاع النوتات اللي أنا قريته في كل المواقع ملهاش علاقة بالريحة دي خالص، ولا في ريحة قهوة ولا الكلام ده خالص. في افتتاحية العطر في عندك الجريب فروت والليمون، الكزبرة والفلفل الأخضر. وفي قلب العطر في زيت الكاد، إبرة الراعي أو الجرانيوم، زهرة البرتقال والأناناس. وفي قاعدة العطر في عندك الجلود وطحلب البلوط ونوتات معدنية والمسك. وطبعا لو لاحظت النوتات اللي مكتوبة هنا هتحس ان هي قريبة من العطور اللي هي الحمضية المشهورة زي عطور كريد وهاتشيفات، والعطور اللي بتحاكي العطور دي اللي انت بتشمها كل يوم في الشوارع. وانا طبعا لما شفت النوتات دي توقعت، بما ان احنا بنتعامل مع أليساندرو جولتيري، توقعت ان العطر ده هيكون مختلف جدا مهما تقاربت النوتات. الراجل ده فنان وعبقري بصراحة. فهو
خد فكرة موجودة وحط فيها بصمته، فكل نوتة هنا تحسها ان هي اجرأ واقوى، يعني فيها ريحة كده ديرتي شوية. المسك، الاناناس هنا تحسه كده بايظ، اناناس كده يعني ناضج جدا. الجريب فروت هنا موجودة يعني مختلفة جدا، انا ما شميتش ريحة جريب فروت زي دي قبل كده خالص. فالنتيجة النهائية ملهاش علاقة خالص بعطور افنتس والعطور اللي بتشابه النوعية دي، حاجة مختلفة جدا جدا جدا. على فكرة الازازة بسيطة جدا وتقيلة، وازازة محترمة على فكرة، يعني مش محتاج ازايز يبقى شكلها فارهة وبعد كده ندفع اسعار غالية جدا على الفاضي. العطر ده سعره كان 140 جنيه استرليني، سعر محترم لعطر اداؤه ممتاز وريحة متفردة بصراحة. فانا اهنئ اليساندرو على الستايل بتاعه، لان في شركات كتير جدا بتدفعنا دم قلبنا على تصميم ازازة. انا اهم حاجة العطر اللي جوه واداؤه. فدلوقتي هنرش عطر ريزفيليوم من اوتو باريزي. يا سلام، ريزفيليوم اول حاجة بيفتح بيها انفجار حمضي فوار منعش من الجريب فروت والليمون. وزي ما قلت لكم الجريب فروت هنا في ريحة كده تحس انه جريب فروت حقيقية بجد، وبس جريب فروت الفاكهة مع القشر بتاعها مع البذور بتاعتها كله كده اضرب في الخلاط يا معلم، وحط ليمونة كاملة مع ريحة طينة خفيفة. يعني حاجة بصراحة حاجة جميلة جدا. والريحة الحمضية دي بتبقى موجودة معاك فترة طويلة جدا على فكرة، خاصة في الفصول اللي هي الصيف والربيع، لأن العطر ده مش أنا استخدمته في الشتاء بس، لما استخدمته في اندورز يعني مكان داخلي والجو كان حر وعرقت شوية، حسيت ان العطر بيشع من فوق جلدي كده وبينتشر اكتر. في رأيي هو عطر صيفي او ربيع، عطر قوي جدا جدا جدا. فلو بتدور على عطر حمضي ثابت وغريب ومتفرد، هو ده ريزفيليوم يا معلم. فالافتتاحية تحس كده فيها ريحة طينة وعرق بس مش حيواني، يعني الريحة مش انيماليك، بالاضافة الى حاجة في حاجة كده تابلية، يمكن الكزبرة او اللي هو الفلفل الاخضر، فدي مدياه الريحة الخضراء المرة. مع عندك الجريب فروت، وريحة الجريب فروت زي ما قلت لكم ريحة غازية. الاناناس دي بقى هتطلع لك بعد كده يمكن ربع ساعة تلت ساعة، حاجة قمة الجمال، ريحة ديرتي، ريحة متسخة. فبعد ما الروائح اللي هي الحمضية دي اول ما تروح والاناناس بقى فاهم هيطلع في وجود الروائح الحمضية وهيفضل معاك لحد قاعدة العطر، والاناناس هتطلع معاه ريحة خضراء عشبية طينية، اناناس مستوي زيادة عن اللزوم، اناناس ناضج مش اناناس بتاع اطفال، يعني اناناس عجوز ليه صولات وجولات وحاجة كده بايظة. يا سلام، فاكهية متعفنة. بس يا جدعان اللي يحب العطور الحمضية وزهق منها، ده العطر اللي هيرجعك ريزفيليوم، عطر الصحوة، هيصحيك، هيقول لك انا العطور الحمضية ما زالت متواجدة وهتنافس العطور التانية خالص. بصراحة العطر ده غير رأيي جدا في العطور الحمضية. ولما تخش بقى في الدراي داون بتطلع لك بقى ريحة المسك مع زيت الكاد، ريحة سموكية شوية مع جلدية حيوانية إلى حد ما. وكمان أنا بشم ريحة معدنية بعد الاكستريم دراي داون، بحس إن في ريحة كده عاملة زي الأمونيا معدنية، حاجة يعني بعض الناس بيقولوا عليها بيقارنوها بعطر كويم. وريحة أنا ما شميتش عطر كويم عشان كده مش هقدر أعمل الكونكشن ده. وفي بعض الناس بيقارنوا ان النوتات الحمضية اللي متواجدة هنا قريبة من عطر برجاماسك، برضو عطر انا ما اشتريتوش ولا شميته، فمش عارف اعمل الكونكشن ده. بس هو ده القاعدة اللي انا، قاعدة جلدية سموكية مع المسك وريحة معدنية الى حد ما، ده اللي هو اللي انا بشمه على انفي بلتقطه. ويمكن
مع الأجواء لما تتغير بعض النوتات اللي هتظهر هتبقى مختلفة. وكنت أتمنى إن حتة الجريب فروت اللي في الافتتاحية دي يعني حاجة خرافية. يعني بصراحة العطر ده خلاني أعتذر، أنا آسف، للعطور الحمضية. عطر بصراحة قمة الجمال وعجبني جدا. 9 ساعات على جسمي وعلى اللبس هيكون أكتر، وعطر هيتألق هيملى الغرفة. عطر رازفيليا من أوتو باريزي يا جماعة. لو أنت بتحب العطور الغريبة الجريئة، عطر حمدي غير تقليدي، عطر حمدي مش حمدي منعش وخلاص، لا، عطر حمدي وطينة ومعادن وجلود ودخان. حاجة بصراحة أبهرتني يا جماعة. فعطر ده عطر يونيسكس مائل للجانب الذكوري، فصول الصيف والربيع والأجواء الحارة عامة. حاجة قمة الجمال وغير آمن للشراء العمياني. ما زي كل عطور أليساندرو جولتيري غير آمنة للشراء العمياني. فقولوا لي، هل جربتم عطر رازفيليوم من أوتو باريزي؟ لو أول مرة تشوفوني اعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.